السلام عليكم. أول حاجة تحية لأي فيراجيست في أرض المغرب، وثاني حاجة علاش جيت اليوم، جيت باش نهضر على العداوة، وبغيت نوصل ميساج لأي واحد تابع هذا الدومين. صافي ستوب، بركة علينا من العداوة. باسطة باسطة باسطة. حيت حنا مسلمين خليو الهوليغانز لما ليها. شنقولك انا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هاد الناس كاملين، كاع اللي كيديروا هاد الشغب وكيديروا هاد الشيء حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لان بزاف الشباب كيمشيو ضحيه، واول ضحيه منهم وماشي اخر ضحيه هو ولدي. ما نساوش اي فيراجيست كيخرج من ديك بلاصي كيخلي موراه والديه، كيخلي المهمه مشطونه عليه، وعلاش حنا نضيعوا هاد المهمه في ولدها؟ بركه علينا. باسطه باسطه. الموت لا يميز بين صغير أو كبير، وإذا حانت ساعة الرحيل لا يقدم الأجل أو يؤخر، ولكن آفة الشغب حرمت أما من فلذة كبدها، وأبا من بكر مطيع، وأختا وأخا من سند وعون على مصائب الدهر. وعلاش ولينا هكا؟ عيش ابار الالترا، هاد لي جون اللي كيضيعوا راه مستقبل للمغرب. باش بغيتو هاد البلاد تزيد لقدام وحنا دايرين هكا غير بيناتنا. فإلى متى ستستمر آلة الموت والتخريب في تلويث الملاعب الوطنية؟ وأين يكمن دور جمعيات المحبين في التأطير والتوعية واستخدام مثل هذه الحالات في شرح النتائج المترتبة عن الشغب؟ ودابا ميساج لدوك الناس اللي مازال مشبتين في ديك العقلية. سمعني مزيان، راه الالترا عقلية نقية كتعطي جمالية في وسط الملعب، كتغنى بأهازيج شعارات من أجل الفريق. حيتاش في الأصل هاد الأولترا جات في الأول على أساس تشجع الفريق، ماشي بس كل سيمانة نسيلو الدمايات ونقتلو الأرواح ديال الناس البريئة. بغيت نوصل ميساج ليك وليا ولأي واحد في هاد الدومين. حنا خوت وكنا خوت، وإن شاء الله غنبقاو خوت. وفي الأخير نتمنى كلامنا يكون وصل، ومرحبا بأي واحد جا لمدينتي يشجع فرقته، ومرحبا بيا عندكم، إن شاء الله تجمعنا المحبة. بيس.